وكان الدكتور اسمه يفتح لنا بيته ويقول لنا يسمعنا زي ما بيسمعنا النهارده دروس في غايه الاهميه. ولو حطيت كده خطوط حمراء تحت بعض الجمل اللي قالها الدكتور اسمه النهارده هتكتشف انه بس اخطر ما يمكن ان يقال النهارده. وانا بعد اذن استاذي الكبير هحط بعض الخطوط الحمراء. ارجع ل 81 6 اكتوبر 81. وكل سنه 6 اكتوبر بقول رحمه الله على كل شهداء حروبنا، وكل مصري دفع ضريبه الدم دفاعا عن حريه هذا الوطن وكرامته وسيادته وارضه واستقلال ارادته. وبطرحها برضه على رئيس السادات اللي انا حتى الان لا استطيع ان اقطع انه مات وفقا للسيناريو المعلن لوفاته يوم 6 اكتوبر. الغاز كثيره واسماء كثيره ما زالت عليها علامات استفهام. اما يبقى في عندنا واحد اسمه ممدوح ابو جبل يذهب الى جهاز امن الدوله ويبلغ بشكل قاطع ان هناك مخطط لاغتيال رئيس الجمهوريه. اجهزه الامن تاخده وتسمع منه وتقول له سيرهم وتديله قنابل وذخيره، انهم كانوا طالبين منه قنابل وذخيره وهو ضابط في القوات المسلحه. يقولوا اديهم القنابل واديهم الذخيره ودي فاسده مش هتشتغل. لما واحد يدوله ابر ضرب نار بدعوى ان هي ملتصقه او ما تأديش نقطه مبريه تطلع مش مبريه، يطلع الرئيس اللي مبري وكلهم اتضربوا منه. يجي وزير داخليه حسني مبارك الاول اللي هو نبوي اسماعيل يطلع في برنامج وكاننا في غيبوبه، برنامج من سنه ومن سنتين طلع قال كلام في غايه الخطوره. قال لك احنا كنا عارفين انه بس اتقتل، ده وزير داخليه اللي هو ما اتعدمش اللي هو ما اتحكمش. انت عارف رئيس الجمهوريه اتقتل وسيادتك يعني عادي يقول لك قلنا له والله لا والله. اخطر من هذا يقول بالنص كنت قاعد انا والدكتور فؤاد محي الدين ورفعت محمود وواحد تاني انا عارف مين في عربيه في شارع مجلس الامه، وقلنا لو الرئيس مات ايه اللي هيحصل؟ فالدكتور رفعت محمود جاب الدستور وجنن في العربيه مش في مكتب، ودول كانوا كاتبهم على بعض افكار من العربيه دي في شارع مجلس الامه، بس هم خايفين من التسجيلات وخايفين من صوت يا جماعه. ويكشف الحقيقه الاخطر ان هذا الكلام اللي تم في هذه العربيه ساعه ما جابوا الدستور وقالوا الراجل هيموت هنعمل ايه؟ قال له النص يقول كذا يبقى هنعمل كذا. الكلام ده قبل 3 ايام فقط من اختيار رئيس الوزراء. اسمحوا لي اقول لكم ممدوح ابو جبل هذا الضابط اللي نبههم قالوا له سيرهم قلت له الحاجه اشتغلت في الحاجه، مش ده الخطا الوحيد. ان ياتي ممدوح ابو جبل هو وفقا لفهم القانون هو مشترك وشريك ويعاقب بالمعاقبه بعقوبه الفاعل الاصلي للجريمه، يعني يتحاكم مع محمد عبد السلام الكفار باعتباره محرض، ويتحاكم مع خالد السنبولي باعتباره فاعل اصلي، وياخد نفس عقوبه الفاعل الاصلي والمحرض باعتباره شريك.
يجي ابو جبل ما يخشش لحظه محكمه، يجي ابو جبل 13 سنه وانا شخصيا بدور عليه وبجري وراه وعمره بيته في امبابه لغايه ما اكتشفت ان هم هربوه خارج مات والده. فقلت هتربصت في عزا والده. نفسي افهم ازاي الراجل ده محاكم، ازاي الرجل الذي ادار هذه العمليه واشترك بتقديم الاسلحه والذخيره ازاي ما تحسبش؟ قلت له العزاء بعد 5 دقائق من دخول العزاء تحول العزاء الى سوار من اجهزه امنيه مختلفه واختفى الشخص الذي تلقى العزاء ولم يظهر مره اخرى ممدوح ابو جبل. اين ممدوح ابو جبل؟ لماذا سافر الرئيس مبارك لامريكا قبل اغتيال السادات بايام؟ وماذا دار هناك؟ عندنا اسئله وعندنا اجابات، والتاريخ هيقدم اجابات كثيره عن 6 اكتوبر الذي يبدا بهذه الصوره. اخشى عليه ان ينتهي بذات الصوره، وحكمه ربنا وعدالته ان كل من يحصل له ولو بعد. وانا بقول له من هنا اخشى الله، لم تكن تخشى البشر ولا تخشى هذه الامه وتظلم وتفعل كل ما فعلته في 29 سنه. اتق الله، لان ده اللي انت فعلا مش عارف. وانا بقول له بص مبارك احذر من عذاب ربنا واحذر من انتقام ربنا واحذر من هذا الشعب المسالم اللي بيشتري كيلو الطماطم النهارده ب 10 في حرب استنزاف، اللي النهارده 45% منه تحت خط الفقر في حرب استنزاف، اللي النهارده بيتفرج على الوزراء وهم بيسرقوا فلوس العلاج على نفقه الدوله اللي هم رجال الاعمال. حكومه رجال الاعمال قال لك عشان قالوا مليانه في حرب استنزاف، علاجنا بيتسرق، قوتنا بيتسرق. اما يبقى النهارده حجم الفساد في مصر والاقتصاد السنوي 181 مليار جنيه، يعني موازنه عامه جديده اكبر من الموازنه العامه. يقول لك اصل فيهم مخدرات كلها وفق لكلامهم 40 مليار جنيه، يعني في 100 وحاجه و40 اقتصاد سري. يعني ايه اقتصاد سري؟ رشاوي، عملات. اخبار المرسيدس في بلد في العالم تعيش في لغز اسمه مين حرامي المرسيدس؟ مين في بلد محترمه تصل فيها الشفافيه ان احنا مش عارفين مين الباشا من ضمن البشوات الحراميه اللصوص المرتشين اللي بيحكمونا؟ مين فيهم اللي واخد الكام مليون بتوع المرسيدس؟ في بلد محترمه نسمع وهم بيقول لك احنا بنناشد بنناشد السيد وزير الماليه ان يقتضي للسيد وزير الصحه ويرجع الفلوس اللي هو سرقها للعلاج على وفق الدوله. هو وزير الصحه مرجع 3 مليون جنيه ولا 2.7 مليون جنيه واخدهم باسم مراته اللي هي ليلى العيوطي، بنت العيوطي بتاع قضيه مرات الخروج بتاع رئيس البنك. يعني دول الناس مش محتاج. الراجل عنده مستشفى بتدخل في اليوم 10 مليون جنيه. دار الفؤاد دي يعني اجركم الله من اسعارها لا يستطيع واحد من كل اللي قاعدين هنا ان هو يعدي على دار الفؤاد. الراجل عنده المستشفى دي يعني مراته على حسابنا، وبعدين يخلي الفلوس 3 سنين وبعدين يقول لك لا خلاص مضايقين انا هرجع الفلوس. فالنيابه ما تحكموش، ده راجل متلبس بيرجع الفلوس اللي هو سرقها، وبعدين يقول له تعالوا اقتضوا بيه الراجل المحترم ده
واعملوا زيه يا يوسف بطرس. يقول لك ايه؟ نشير خبر كام يوم يقول لك ان الدكتور يوسف بطرس، وده بالمناسبه بالوراثه، يعني العاده دي بالوراثه، ممكن مره اقول لكم عليها. ابوه رؤوف بطرس بالوراثه، العيله كلها بالوراثه، العيله كلها بالوراثه. مش علينا عايزين ننام شويه من ايام من شويه، بس دي كانت خيانه، دلوقتي حاجه ثانيه، حاجه اوسع من الخيانه. الحقيقه ارجع اقول الاخ يوسف بطرس كاتب من كام يوم يقول لك انه بيبحث رد الفلوس، يبحث. امال احنا عندنا نائب عام بيعمل ايه؟ النيابه العامه بتعمل ايه؟ القضاء اللي بيحاكمنا ده وهرينا احكام. وانا بالمناسبه بقى النهارده زملاء الصحفيين، انا واخد حكم ده انا امبارح عشان قلت فرعون ب 10,000 جنيه، وانا مش هدفع منهم، وانا هتحبس بيهم عشان اقول له يا فرعون، وهو فرعون. واذا كان فرعون هو عارف ان هو فرعون. عشان كده حكموني امبارح غيابي، ده القاضي حتى ما رضاش يسمعني، حكم عليه ب 10,000 جنيه عشان قلت له فرعون. انت فرعون عشان انا ما قلتش ان هو فرعون. بتكلم فيها ان في الفراعنه، الفرعون ده ما يوم ظالم مفتري. الفرعون تصوروا الفرعون اللي بقاله 7000 سنه راح محكمه عابدين وقدم دعوه واخد حكم امبارح. الفرعون ابو 7000 سنه. ولو قلت لهم يا جماعه انا عايز الفرعون بس ايه؟ مين هو الراجل المدعي في القضيه دي؟ انا جيت سيف مين بقى الفرعون؟ قلت لهم لو انتوا شايفين في حسن مبارك زي ما انتوا كاتبين في الورقه دي هو الفرعون، انا موافق يتحكم عليا بالله. القاضي حكم عليا بالله، يعني هو عارف ان هو فرعون. بحكم قضائي حسني مبارك فرعون، ده بحكم محكمه اللي قالت هو فرعون. انا قلت له حاجه من الاثنين، لا انا قاصد في دي حسني مبارك ويبقى انت عارف ان هو فرعون، ما كتبش اسمه، وفي الحاله دي يبقى هو فرعون. او ان انا مش قاصد حسني مبارك وبتكلم عن فرعون، في الحاله دي لازم تجيب فرعون وقفوا هنا في المحكمه باللبس الفرعوني ويجي يقول الراجل ده شتمني. دي في مقاله في الدستور، يعني حاجه ما كانتش سهله. انا بتكلم عن موسى وفرعون، ادوا 10,000 جنيه لفرعون او على فرعون وادوا لي 1000 جنيه موسى. طب انا كل يوم هقول لهم موسى وفرعون وندفع 11,000 جنيه ان شاء الله نلمهم قرش، لان احنا هنعلمهم يعني ايه نرفع تكلفه الظلم والاستبداد. واوعوا يفتكروا ان احنا بنخاف، لا هنخاف من 10,000 جنيه ولا من 10 سنين ولا من 100 سنه، لان هم نظام انتهى وانتهى صلاحيتهم وهنواجههم. واذا كان قانونهم ظالم هنكسره، واذا كسرنا قانونهم هندفع الثمن، لان في النهايه الاوضاع بقت لا تحتمل. ارجع ل 81 عشان زميلنا بيشير. 81 عمليه قتل مدبر، اطرافها واضحه، وانا بقول وبشكل واضح اخر من قتل محمد انور السادات وخالد السادات رحمه الله عليه. اخر من قتل محمد انور السادات هو خالد الاسلامي. انا في تقديري انا ما حدث من دخول وخروج لاشخاص من خارج معسكرات العرب ودخول الاسلحه بطريقه سهله بغلطوا في العرب، يعني وصلنا لمرحله يقول لك احنا جينا نعد ربا ضرب النار فلقينا عدد مظبوط والعدد مش مظبوط. معنى هذا البدايات تكشف عن الحياه، واحنا نحذره من الله ونحذره من النهايات. مصر فعلا تتعرض لحرب استنزاف من سنين، استنزاف لامكانياتها وطاقتها وصورتها ومكانتها في العالم. مصر النهارده بلد تضحك وتبكي، تبكي اهلها وتضحك اعدائها وخصومها.
انا بعتقد لما نسمع مثلا ان اسرائيل وصحفتها ومراكزها السياسيه الهامه هي التي تدافع عن هذا النظام، وهي التي تدافع عن قضيه التوريث في مصر، وتعتبر ان التوريث في مصر ضمانه للسلام. طبعا ده سلامهم هم، مش سلامنا احنا. السلام اللي اسرائيل عايزاه، سلام الخضوع والخنوع، سلام الاستسلام وليس سلام العدل. عايز اقول لكم الحقيقه، دكتور عصمت في كلمته مس خطوط هامه جدا يجب ان نتحدث عنها وعلنا ومن الان. اذا كان هناك من يسعى لارهاب الناس من الحديث عن مؤسسات دستوريه قائمه في البلد ومؤثره في البلد، والاصرار على المبالغه في تكريم هذه المنطقه باعتبارها منطقه ملغومه وحمراء وشائكه، فيتشال فيها مقر البلدي، واذا اتنشر يتشال فيها ابراهيم عيسى. هذه المنطقه تقول بشكل واضح الجيش مؤسسه دستوريه كما قال استاذنا الدكتور عصمت الدين، مهمتها هي الدفاع عن الدستور. وانا بقول اول دفاع عن الدستور هو مواجهه التوريث، لان التوريث اعتداء على الدستور المصري واعتداء على ليس هناك اعتداء على الدستور اكثر من الغاء مفهوم الجمهوريه اللي قام عليها الدستور المصري. اللي عايز يدافع عن الدستور يدافع عن حاله الجمهوريه في مواجهه حاله الجمالوكيه اللي بياخدها جمال مبارك، الذي يحول مصر الى تركه وميراث ومملكه. احنا الحقيقه بنقول المؤسسات الدستوريه واولها الجيش عليكم ان تدافعوا عن الدستور. وطول عمر الشعب المصري من قبل 1900